هنعمل صلصة الكشري المصري اللي هو احنا عملناه في حلة واحدة. ما شاء الله برضو الكشري بدأ يستوي، هوريهولكم اهو. ما شاء الله بدأ يستوي اهو، ما عادش فيه ميه. في الحلة دي بقى بتقلب، قلبه بقى كده عشان الارضية ما تتحرقش. قلبه كده ما شاء الله. ما شاء الله الارضيه زي الوش، الارضيه ما شاء الله مش محروقه. ما شاء الله السوا بتاعه مش معجن، ما شاء الله حلو ما شاء الله. نغطي عليه بقى حلو ونبدا في عمايل الصلصه او التسبيكه زي ما احنا بنقول. اول حاجه نحط الزيت، كميه حلوه من الزيت، مش كتير قوي برضو مش قليل. نستنى اما يسخن. حطينا الزيت ما شاء الله، الزيت برضو سخن اهو. هنحط بقى للزيت ايه؟ اول حاجه بصل، ونقلبه بقى عشان الفراخ ما تتحرقش. تقليب كويس. نفضل نقلب في البصل عشان مفيش حاجه تتحرق لغايه لما يبدا ان هو يدبل. بدا ان هو يدبل هحط له الثوم، نقلب. نفضل نقلب بقى لغايه لما الثوم ده يحمر. عشان الثوم الابيض ده بقى يبدا يحمر، ده بقى يدي التسبيكه طعمه حلو في نفس الوقت تبقى الريحه حلوه. هنفضل نقلب لغايه ما شاء الله ناخد اللون الحلو ده برضو، يعني الابيض مع الابيض بتاعت الحمار. لسه برضو عايزه شويه تقليب بس كمان. بالظبط دقيقه وهنضيف له بقى معجون الطماطم، اللي هي الطماطم اللي هي ايه عاملينها فرمنا في الخلاط. خلاص بقى ما شاء الله كلها احمرت اهي. هنضيف لها بقى ايه طماطم. ضفنا الطماطم، معلقتين صلصه والبهارات طبعا كزبره، كمون، فلفل اسمر، 7 بهارات، شويه شطه صغيرين عشان طبعا احنا هنعمل الشطه بتاعته بره عشان اللي محبش الحاجه الحاره. واخر حاجه هنضيف الملح ونديها تقليب عشان البهارات تخش فيها. وهنغطي عليها بس بالظبط، هتاخد لها بالظبط 10 دقايق بالظبط، مش هتزيد ان شاء الله عن 10 دقايق وكده خلصنا الصلصه.